مشاهدينا الافاضل، اهلا ومرحبا بكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. دعوة لمتابعة المزارع من الآفات حتى جني المحصول. المواشي في هيكوتا توجد في وضع جيد. أهمية تجميع القرى المتناثرة لتوفير الخدمات الاجتماعية. نجاة نائب رئيس أفغانستان من تفجير في كابول ومقتل 10 أشخاص. استرازينكيا توقف التجارب على اللقاح ضد فيروس كورونا. ومقتل ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد الكثيرين في انقلاب عبارة ببنغلاديش. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. قالت وزارة الزراعة بأن أنشطة فاعلة تنفذ حاليا لمكافحة الجراد الصحراوي الذي ظهر في بعض مناطق البلاد منذ شهر أغسطس الماضي، ودعت المزارعين لمتابعة مزارعهم من الآفات حتى الحصاد وتقديم المعلومات الآنية للتصدي لمخاطر الجراد. وأفاد تقرير الوزارة بأن أغلب عمليات مكافحة الجراد في الأيام الأربعة الماضية جرت في إقليم شمال البحر الأحمر، حيث نفذت أنشطة ناجحة في مساحة تقدر بأكثر من 200 هكتار. وذكر بأن أكثر من نصف مساحة انتشار الجراد في إقليم شمال البحر الأحمر هي بمنطقتي مهيأ ونارو تابعت في مديرية فعبد. وجرت أنشطة مكافحة فاعلة للجراد بالتنسيق بين أعضاء قوات الدفاع والإدارة وخبراء الزراعة، وأشارت إلى تنفيذ عمليات الإبادة في الإقليم منذ شهر أغسطس في أكثر من 720 هكتارا. وفي إقليم عنسبة جرت أعمال المكافحة في ضاحية عريتاي بمديرية هبرو، وتم نسبيا السيطرة على الجراد في الإقليم. وجرت أنشطة مكافحة الجراد الصحراوي في طحرة بمديرية سلعة في إقليم القاش بركة، ولا تزال الأنشطة مستمرة. كما تستمر أنشطة مكافحة جراد الجندب في مديريتي وسط دنكاليا والرعتة. أعلنت وزارة الزراعة بأن كمية الأمطار التي هطلت في شهر أغسطس الماضي في البلاد عامة تراوحت بين 59 إلى 435 ملم. وأوضحت الوزارة بأن نقاط القياس الموجودة في أنحاء مختلفة من البلاد أظهرت بأن نقطتي زاقر وتسني سجلت أعلى معدل لهطول الأمطار، حيث بلغت 435 ملم في زاقر و418 ملم في تسني. وتفاوت معدل الهطول من 312 إلى 373 ملم في داسي وميدمة وبشكة وغردات وعدخالة، ومن 201 إلى 287 ملم في تعزقة وصابنايت وأوغارو وقلوج وأملايت وشامبقة وبارنتو وعد بربري بعالي القاش وطرونة وغونيا وتبلدية. كما سجلت دبارو 59 ملم فقط. وقد تسببت الأمطار التي هطلت متأخرة من الأسبوع الثالث لشهر أغسطس في فيضانات وسيول قوية في مناطق البلاد المختلفة، وأوقعت الأضرار في الأرواح والممتلكات. أوضح أصحاب المواشي وخبراء الزراعة في مديرية هيكوتا بأن أوضاع مواشيهم جيدة بفضل الهطول الجيد للأمطار ونمو المراعي. وقال مسؤول التنمية الاقتصادية في المديرية المهندس داويد برهاني بأن تأخر هطول الأمطار كان مقلقا لأصحاب المواشي، حيث قاموا بالترحل بعيدا للحصول على المياه والحشائش، وقد عادوا إلى مراعيهم بعد الهطول القذير للأمطار. وأشار إلى إجراء الدراسة لبناء حفيرين إضافيين للحفائر الأربعة الموجودة لتوفير مياه السقي، باعتبار أن المديرية لديها عدد كبير من المواشي إضافة إلى المواشي المرتحلة التي تمر بها. وهكذا المزارعون بأن الحفائر المشيدة جعلت مواشيهم تحصل على المياه بالقرب من مراعيها، وقد تحسنت من أوضاعها بالفعل. في إطار المساعي الحثيثة الجارية لتجميع القرى المتناثرة في مكان واحد للحصول على الخدمات الاجتماعية، أوضح سكان منطقة وقريت في مديرية شعب بإقليم شمال البحر الأحمر بأن الخدمات الاجتماعية التي يحصلون عليها أصبحت بفضل التجمع متاحة. وأشاروا إلى المشاكل التي كانت تواجههم خلال الأعوام الماضية نتيجة لعدم التجمع، ولكن وبفضل التجمع ظلوا يحصلون الآن على خدمات المياه والتعليم والصحة. وأوضحوا بأنهم استدركوا أهمية التجمع على أرض الواقع، وبما أنهم قاموا بصيانة طريق ترابي يؤدي من قلب إلى منطقتهم بنفير جماهيري، استطاعوا أن يوصلوا المرضى والحوامل إلى المؤسسات الصحية بسهولة. من جهته قال مدير إدارة مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم بأن السكان اتخذوا مبادرات بناءة بفضل التجمع، مؤكدا تنفيذ أنشطة الاستثمار الموضوعة في المنطقة حسب الأولويات.
هذا وتقع منطقة وكريت على بعد حوالي 70 كيلومترا من الجهة الغربية لبلدة شعب، وتقطنها 700 أسرة. تلقت أسر الشهداء والمعاقين والأسر التي ليس لها راعي في مديريتي قال نفحي وترون الدعم بمناسبة عيد القديس يوهنس، فقد تم توزيع أكثر من 105 ألف نقفة على تلك الفئات في مديرية قال نفحي مقدمة من المحسنين في عد حمشتي، و123 ألف نقفة في عد غشي. وقدم محسنان في عد مسقاد مبلغ 5700 نقفة للأسر المحتاجة. وفي مديرية زارونة قدمت جمعية معاقي الحرب الدعم المالي ل10 من المعاقين المحتاجين. مشاهدينا الفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قال المتحدث باسم نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح أن هجوما بعبوة ناسفة استهدف صالح في كابول، وأنه لم يصب بأذى لكن الانفجار أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل. وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك بقوله: اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح، لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير، ونجا صالح من الهجوم سالما. وقال لرويترز أن القنبلة استهدفت موكب صالح وأصيب بعض حراسه. ونفت حركة طالبان أي دور لها في الهجوم الذي وقع قبيل محادثات سلام طال انتظارها بين الحكومة الأفغانية وطالبان في العاصمة القطرية الدوحة. وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان على تويتر أن مقاتلي طالبان لم يكن لهم أي دور في الهجوم، ونجا صالح قائد المخابرات السابق من عدة محاولات اغتيال استهدفت إحداها مكتبه العام الماضي وراح ضحيتها 20 شخصا. وظهر صالح في مقطع فيديو بعد الهجوم بقليل قائلا أنه أصيب بحرق بسيط في وجهه وإصابة طفيفة في يده جراء الهجوم. وذكرت وزارة الداخلية أن انفجار اليوم أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 15. أعلنت مجموعة أسترازينيكا للصناعة الدوائية أنها قررت طوعية تعليق التجارب السريرية التي تجريها حول العالم للقاح تجريبي ضد مرض كوفيد-19 طورته جامعة أكسفورد، وذلك بعد إصابة أحد المشاركين في هذه التجارب بمرض بدون سبب واضح. وكانت قد أعلنت أسترازينيكا نهاية أغسطس عن بدء التجارب بواسطة الأجسام المضادة لعلاج مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا الجديد. وقالت استرازينيكا أنها بدأت باختبار علاج يستند إلى الأجسام المضادة للوقاية من مرض كوفيد-19 وعلاجه، مشيرة إلى أن أوائل المشاركين في التجارب تناولوا جرعات منه. وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن قد تلقت في يونيو 23.7 مليون دولار تمويل من وكالات تابعة للحكومة الأمريكية لتطوير علاجات لمرض كوفيد-19 تقوم على المضادات الحيوية. قال مسؤولون في بنغلاديش أن عبارة تقل نحو 40 راكبا انقلبت بعد اصطدامها بسفينة محملة بالرمال، مما أودى بحياة ما لا يقل عن 11 شخصا وفقد الكثيرين. وقال كازي محمد عبد الرحمن المسؤول الإداري بمنطقة نتروكونا التي وقع بها الحادث في نهر غوماي على بعد 160 كيلومترا شمالي العاصمة داكا أن من بين القتلى 5 أطفال و3 نساء. ويموت المئات سنويا في حوادث العبارات في بنغلاديش، وهي دولة بها ممرات مائية عديدة لكنها تعاني من التراخي في تطبيق معايير السلامة. في الخبر الأخير، أظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء والمياه وزيادة التعرض للكوارث الطبيعية. ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى جمعها معهد الاقتصاد والسلام في تقييم 8 تهديدات للبيئة والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر. ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050 مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في أفريقيا، جنوب الصحراء وآسيا الوسطى والشرق الأوسط قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050. وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليون في عام 2019 بحسب التقرير. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بالف خير.